بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نسمع هذا الصوت العظيم لهالامرأة ولهالتربية العظيمة. اسمعوا. شنو هذا؟ راح امثل تمثيل والله. وين معاوية؟ شكلون الشمر؟ لا انا وين الشمر؟ ادريس وين الشمر؟ ايه علي من الحسين. سلام الله. سلام الله عليك. يا من عمت عينك. يما تمثيل والله. يا من عمت عينك، خاله بين وبينك الكفل زينب، وما صحت الكفاله بيك. لا ادري بيك صدق ممثل هذا التمثيل، لا اعرفك وخاله وحق هذا دم الحسين. يا خالد لا تمثل هذا التمثيل، لا اعرفك ولا تعرفني ولا تقول عندهم ولا تقف عليهم. يما تمثيل والله. وين الشمر؟ اطلع 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 يا اطلع يما تمثيل. اطلع يا اسمع. سوى على الحسين سوى هذا ما شو اسمه. اي يما تمثيل. حياكم الله ومرحبا. هذا الصوت هو صوت سومري لامرأة عاشت في قصبات الأهوار، عاشت على نغم النعي عند الصباح، عاشت على هموم وجراحات أهل الجنوب إلى أن انتقلت إلى بغداد وأصبحت أنها تعيش المدنية. لكن تعالوا خلينا نترجم هذا الحب لسيد الشهداء الحسين. تعالوا خلي العالم يسمع ويرى كيف أننا ذو معرفة مع سيد الشهداء الحسين. أبا عبد الله، لبيك حتى الممات يا حسين، لبيك حتى الممات يا حسين. والله أيها الأحبة الكرام، الفلسفة تسقط تحت قدمي أبي عبد الله الحسين، كل العلوم يسقط. تعالوا خلينا نشوف هالحب هذا وهالفطرة السليمة لدى هذه المرأة العظيمة. اليوم نحن بحاجة إلى أن نرجع إلى هذه الفطرة، نحن بحاجة إلى أن نعي ونفهم ما هو الحب الحقيقي. سلام عليك أبا عبد الله، ما بقيت وبقي الليل والنهار. سلام عليك أبا الأحرار، سلام عليك يا سيد الشهداء، لبيك حتى الممات يا حسين.